السلام عليكم يا هندسة. السلام عليكم. ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ بُص يا هندسة، السؤال اللي جالنا دلوقتي إن إزاي أستغل أجازة الصيف؟ قُل لنا بقى نعمل إيه؟ اعمل ايه هندسه في الصيف، وايه اروح تدريب صيف ازاي، واختار ازاي، واستغل الاجازه الصيفيه ازاي؟ بص يا شباب، وبص يا كريم، وبص يا كل الناس. انت حاليا الشغلانه بتاعتك، الوظيفه الشاغره الموجوده في البطاقه الشخصيه طالب. مفيش حد في الوظيفه، في اي وظيفه في الدنيا، بيشتغل في الشتاء وبيأجز في الصيف. مفيش حد في اي وظيفه في الدنيا بيشتغل مثلا 6 شهور وبيأجز 6 شهور. يعني ما بتكلمش على الروتيشن، انا بتكلم كوظيفه ان هو يكون موظف في شركه يقول لهم انا هشتغل معاكم وبعد كده همشي. انت وظيفتك طالب، فانت وظيفتك طالب 365 يوم في السنه. يبقى المفروض تكون عامل حسابك انك تستغل ال 365 يوم في السنه. طب يعني اعملها ازاي؟ انت في الدراسه عندك تارجت وهدف ثابت محدد معروف، بتروح الصبح الكلية، تاخد شوية محاضرات، ترجع تذاكرها، تلخصها، تعمل حسابك انك هتمتحن فيها، عندك ريبورتس، عندك شيتس، عندك مش عارف ايه وايه 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 وايه، حاجتك كلها معروفة. طيب عندك وقت فاضي في الدراسة، يبقى لازم تستغله في حاجات تابعة للدراسة. والله أروح بقى أتعلم حاجة إنجليزي، أتعلم كمبيوتر، أتعلم برزنتيشن سكيلز، أتعلم سوفت سكيلز، أخد كورس خاص تبع الجامعة يعلمني تبع مش عارف يخليني أحسن في المادة الفلانية أو يخليني أفضل في مجال العمل. كل ده مطلوب منك. طب أنا جيت في الصيف، لا، انا ما بقولش ان احنا هنشتغل 365 يوم. اكيد هيبقى في ايام بريك، واكيد هيبقى في ايام اجازه، واكيد في مش عارف كام يوم هروح مصيف، واكيد في مش عارف كام يوم هاخد بريك مع اصحابي وهخرج خروجه وهلعب ماتش ومش عارف هعمل ايه وبلاي ستيشن. اكيد الكلام ده كله موجود، لكن ما ينفعش يبقى كله كده. لانك ببساطه شديده الدراسه في اي كليه في اي جامعه كوميوليتيف، تراكميه. يعني هتلاقيك بتاخد نفس المواد المستوى الاول، وبعد كده في الترم التاني المستوى التاني، وبعد كده في الترم التالت المستوى التالت، وبعد كده في الترم الرابع المستوى الرابع. يتراكم على انك خلاص فهمت المستوى الاول فهديك المستوى الاعلى. علشان كده هتلاقي الناس اللي في سنة تالتة في الكلية فاهمين حاجات تانية واولى. ليه؟ لانهم بيدرسوا حاجات اعلى منهم، وفي نفس الوقت معتمدين على الحاجات اللي هم خدوها في اولى وتانية. الحاجات اللي في الناس اللي في سنة رابعة، الناس اللي في سنة خمسة، الناس اللي في سنة ستة، الناس اللي في طب، الناس اللي في هندسة، هتلاقيهم عارفين الحاجات اللي في الدفعات اللي قبلها. يبقى لازم في الصيف أكون عامل حاجتين مهمين جدا. رقم واحد، في الدراسة أكون ملخص الحاجة بتاعتي اللي أنا دارسها. معلش هي هتتعبك شوية، تزعجك شوية، لكن ببساطة شديدة جدا أول ما هتخلصها في الصيف مراجعتها هتبقى كلام فارغ. ما عنديش بقى امتحانات، ما عنديش ضغط، مجرد ما هبص في ورقتين ثلاثة في 10 في 20 إن أنا افتكرت المادة، لأن ده اللي هاخدها السنة الجاية بس بالليفل الأعلى واللي هي البيزكس. عامل زي الماثيماتكس كده، إنك مش عارف تاخد عمليات الضرب والجمع والطرح والقسمة، وبعد كده تبدأ تاخد الإيكويشنز والجبرا، وبعد كده تاخد مش عارف بقى الجيومتريك، وبعد كده تبدأ تاخد كله معتمد على بعضه. مش هيجي في سنة من السنين يقول لك ايه ده انت ما كنتش مذاكر الجمع والطرح كويس فخلاص انا مش يبقى انت كده ما بتعرفش البلس ماينس والاديشن والسبتراكشن والكلام الجميل ده. يبقى نفس الكلام، انا ملخص ومراجع وجاهز بالحاجه اللي هعملها. ده المطلوب الاول مني. المطلوب التاني بقى الجزء اللي انت سألت عليه يا كريم، استغل الصيف في تاني حاجه ازاي. والله بقى قدرت عن طريق الدكاتره. يا اخوانا يا اخوانا، في ناس كتيره جدا بتبعد عن الدكاتره وده غلط. الدكتور لو كان قاسي او شديد او مبين لك ان هو راجل طف، ده عشان يعمل كنترول على عدد الطلبة، بداية من 50 طالب بتوصل بعض الأحيان ل 2000 طالب. فلازم طبعا يبقى عامل كنترول وعامل شخصية وكاركتر، لكن هو بيرسونال شخص عادي. ويا سيدي هنفترض ان في استثناءات، رحت الدكتور لقيت شخصيته قوية مش متقبلك، روح لواحد تاني، روح لمعيد تاني. المهم الناس دي عندها خبرة وعندها كونكشنز كويسه جدا مع الناس اللي شغالين في بره الجامعه، والناس اللي شغالين في الشركات وشغالين في مجالات تخصصك، فيقدر يوصلك بحد فيهم تقدر تروح تعمل عنده تدريب وتتدرب تدريب صيفي يبقى ممتاز. الجامعه نفسها لو انت من الناس اللي ان شاء الله رب العالمين الممتازين، الناس اللي جايبين تقديرات وكده، تقدر تعمل ريكومنديشن عند الشركات تاخد تدريب صيفي. تحاول تعمل علاقات بأصدقائك اللي أكبر منك في السن، أو أصدقائك اللي اتخرجوا، زملائك اللي اتخرجوا بره في الجامعة واشتغلوا قبلك، وتقدر تتعرف عليهم وتاخد التليفونات وتقدر تتواصل معاهم بشكل ودي. بعد إذنكم لو عندكم فرص تدريب عرفوني عشان أقدم. وطبعا الجزء الأسهل من ده كله إنك تدخل على كل الويب سايتس بتاعت الشركات أو المؤسسات التابعة ليك وتبدأ تقدم في التدريب الصيفي، أو تدخل على الويب سايت وتبدأ تقدم في التدريب الصيفي. يبقى تراجع، وده رقم واحد، تراجع الحاجات اللي انت خدتها في الجامعة كلها.
رقم 2 تحاول تتواصل مع أي حد يوصّلك بتدريب صيفي عشان ده هيورّيك إزاي تربط ما بين الحياة العملية والحياة العلمية والحياة النظرية. ورقم 3 قدرت تاخد أي كورسات بجانب الحاجات اللي تقدر تعلّي في الskills بتاعتك، توكّل على الله وخُدها. وما تنساش القاعدتين الأساسيين: استعن بالله ولست وحدك، والسلام عليكم.